يا نهار ابيض، اكيد اللي عمل كده شخص مش مستوعب حجم المصيبه اللي وقع نفسه فيه. في الفيديو اللي حضرتك شفته من شويه وهتشوف باقيه كمان شويه، هو فيديو للحظه هروب 2 من كمين. والله زي ما بتسمع كده، الاتنين بقى كانوا بيهربوا لاغرب سبب ممكن تستوعبه. نشوف الفيديو ونرجع اقول لك ايه اللي حصل وتفاصيله ايه. زي ما شفت كده كمين امني موجود في منطقه اسم تاني في دايره الاسماعيليه. الكمين واقف عمال بيشوف في الرخص، عدي جه دور الزباين الاتنين اللي راكبين العربيه. رخصك يا ابني انت وهو. قام الزبون دور العربيه وحاول يهرب. في محاوله هروبه لو انت اخدت بالك في الفيديو، في حد من الشرطه، احد افراد الشرطه، فتح الباب اللي ورا وقام ساحب واحد منهم زي ما بتشوف كده. اللي سحبه ده بقى يا عزيزي عاطل، مقيم بدائرة أبو سوير في الإسماعيلية، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في أحد قضايا المخدرات. يعني فرد الشرطة أو ضابط الشرطة أو أمين الشرطة اللي سحب الشخص ده سحب شخص محكوم عليه بالمؤبد. الحاجة التانية الملفتة برضو إنه هو بيحاول يهرب الشخص التاني، وهو بيحاول يهرب خبط 3 عربيات. 3 عربيات مالهمش ذنب غير إنهم واقفين في كمين. وكسر ال3 عربيات وهو بيحاول يهرب، وبالفعل تمكن من الفرار. ظنا منه انه كده فلت من وزارة الداخلية وفلت من الشرطة. والله العظيم بحاول استوعب اللي هو عمله. حاول يهرب من كمين شرطة وفكر نفسه كده خلاص خلصت الحكاية على كده، انا هربت يا جماعة، علشان في نفس الليلة وبعدها بساعات قليلة يتقبض على الشخص التاني بعربيته. يقوم ايه بقى يا عزيزي؟ يطلع الشخص التاني ده محكوم عليه 2 في احد القضايا، واللي بالمناسبة مقيم بدائرة مركز ابو سوير محافظة الاسماعيلية. هما الاتنين ابناء مركز واحد. مهم الداخلية ابتدت تستجوبهم، انتوا هربتوا ليه بالشكل ده؟ فقال لك اغرب سبب بقى انهم كانوا بيحاولوا يهربوا علشان خاطر ما يكشفوش على بطايقهم ويتمسكوا وينفذوا الاحكام اللي عليهم. وانت علشان تهرب من احكام تزود احكام تانية؟ وفعلا والله انا محتاج اقعد معاه علشان افهمه. قال كنت فاكر نفسك ممكن تكسر كمين وتدغدغ عربيات وكان ممكن تخبط احد المارين بما فيهم رجاله الشرطه اللي واقفين، كنت فاكر نفسك كده خلاص فلت والحكايه خلصت على كده؟ عشان برضو وزاره الداخليه وفقا لبيان رسمي ليها على صفحتها على الفيسبوك تنزل البيان اللي قدامك ده وهي بتعلن القبض على الاتنين دول بعربيته. الحقيقه لو في خبر غريب بالنسبه لي فده اغرب خبر شفته في الفتره الحاليه، ان بعد كل الناس اللي بيتقبض عليهم في قضايا ما تخصش انك كسرت كمين ولا مشكله في الشارع عابره بتتجاب بعدها بساعتين 3، انت فاكر انك هتخش على كمين تكسر الكمين وتخبط عربيات وفوق ده كله محكوم عليك بمؤبد ومحكوم على الشخص التاني ب2 وهتفلت كده عادي؟ ده انت غلبت صبر يا راجل. في النهايه لو وصلت للجزء ده ما تنساش تقول لي رايك في اللي شفته وسمعته النهارده، ورايك في الاتنين دول اللي حاولوا يهربوا من الاحكام اللي عليهم انهم يكسروا الكمين ويكسروا العربيات. بس كده.